انت متأكد ان الارض كروية؟ والله يا ابني ما انا عارف. يعني انت شخصيا عمرك شفتها مدورة؟ لا لا يا باولو باولو منتج يا باولو. ولا كل تعرفوا صور ناسا اللي على النت؟ طب لو الارض كروية الناس ما بتقعش ليه؟ ولو مسطحة فين اخرها واولها؟ عايز تعرف؟ هقول لك، بس قبل ما اقول لك احب اقول لك انا مين واحنا هنا بنعمل ايه. انا عبد الرحمن وده مستر ليه. سؤالنا واحد، بنرجع الاسطورة لاصلها وبعدين الدين والعلم يكملوا الحكاية. لو عجبتك الخلطة اعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا نخش في كده. العمر بدأ من اول التاريخ، من اول ما الانسان نزل على الارض. شاف ان الارض كبيرة وممدودة بكل اللي عليها من جبال وانهار، فالموضوع ما خدش في دماغه ثواني واتأكد إن الأرض مسطحة وممدودة لما لا نهاية، وابتدى يبص على باقي الظواهر. الشمس مثلا بتطلع من الشرق وبتنزل في الغرب، وابتدى يفكر ويحاول يلاقي تفسير. في حضارات كتير قالت إن الشمس بتموت وبتتولد كل يوم، وحضارات تانية كانت بتقول إن الشمس بتتجرى على عربية مولعة بحصان ذهبي بيجري بيها ويسحبها كل يوم من الشرق للغرب ويلف بيها من تحت الأرض ويرجع بيها تاني لنفس النقطة اللي هتنطلق منها الرحلة بتاعتها تاني يوم. نرجع لموضوع الأرض المسطحة. طب بما إن الأرض مسطحة ما بتقعش ليه؟ هنا بس انا حابب اوضح لك ان احنا في الوقت ده ما كانش فيه كلام عن جاذبية ومجرة وكل ده. طلعت الحضارة الهندية بإجابة للنقطة دي، إن الأرض ما بتقعش عشان خاطر متشالة على 4 فيلة ضخمة. طب ده كلام يا جدعان، بس ده كلام يعني. بالظبط كده. طيب بما إن في فيلة ضخمة واقفين، تفتكروا هم واقفين على إيه؟ الحضارة الهندية تسكت؟ بالعكس، ده كملوا قالوا إن الفيلة دي واقفة على سلحفاة ضخمة بتعوم في بحر ما لا نهاية، عشان نقفل الكلام في المعضلة دي تماما. يعني ده آخر كلام عندك؟ ومفيش غيره، مفيش أمل؟ مفيش زفت. الكلام ده كله ما كانش مرضي اليونانيين، وظهر واحد اسمه الكسندر والتاني اسمه ارتيتيوس. نبدا بالكسندر. الراجل ببساطه اخد عزله في مكان وابتدى يراقب حركه النجوم في السماء. اكتشف ان النجوم بتلف في دوائر، وافترض ان الكون المحيط بالارض ده دايره، وان الارض مركزها، وان النجوم القريبه بتلف في دايره اصغر وتبدا تكبر كل ما تبعد عن مركز الارض. ده حط تفسير كمان ان الشمس والقمر كمان موجودين على اطراف الدايره دي في اتجاهين متقابلين، عشان كده بيحصل دايما تناوب ما بينهم. طب معنى كلامه ده اننا نقدر نسافر لحدود الارض ونلمس الشمس. في الحقيقة يا صديقي كل الناس اللي لفت ودارت حوالين العالم ما قدروش يوصلوا لنهاية الأرض. الحشيش تمام؟ تمام، حاجه هايله قوي زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. وده خلق معضلة جديدة. طب لو الأرض مسطحة فين النهاية؟ طب ليه الناس اللي بتسافر للشمال دايما بتشوف نجوم مختلفة عن الناس اللي بتسافر للجنوب؟ في الوقت ده ببساطة يا صديقي اليونانيين كانوا بيطوروا علم الهندسة، وبعد الاستنتاجات قدروا يحددوا إن الشمس والقمر كرويين، وده ساعدهم في تفسير ليه القمر ليه أطوار مختلفة. وبعد دراسات كتير حطوا شكل جديد للأرض. لا لا لا، مش الكروية، بالعكس، ده حطوا شكل السلمندر. الاقتراح ده فضل موجود حبه، بس ابتدى يظهر تساؤلات. ليه مثلا بتشوف السفن في البحر بتختفي لما تبعد وتبدا تنزل كانها بتغرق؟ طب ازاي يعني واحد في الشمال والوسط والجنوب بيشوفوا نفس الحدث بنفس الطريقه بالظبط؟ ده يا صديقي خلق الفكره الجديده، ان الارض مش بس منحنيه من اتجاهين بس زي السلمندر، بالعكس الارض منحنيه من كل اتجاه وبنفس درجه الانحناء بالظبط. وبناء عليه الشكل الوحيد اللي فيه كل الخواص دي هو الشكل الكروي. الشكل الكروي هو اللي بيفسر كل الظواهر دي. يجي بقى دور بطلنا التاني ارتيتيوس، اللي قرر يعمل تجربة إن يحط عصاية على الأرض في أسوان وقاس طول الظل بتاعها، وكرر التجربة في اسكندرية. اكتشف إن الظل مختلف، وبعد عمليات حسابية قدر يوصل لمحيط الأرض. رغم إن العلم قطع رحلة طويلة في محاولة إثبات إن الأرض كروية، بس لسه في ناس لحد دلوقتي مقتنعة إن الأرض مسطحة، لدرجة إن ظهرت حركة عالمية اسمها فلات ايرث سوسايتي اللي عندهم حجج بتقول إن الأرض مسطحة. وبعض من الحجج دي إن الصور الموجودة للأرض من ناسا هي صور مفبركة، وإن البحر دايما باين مسطح قدام عينينا، وإن فعلا لو الأرض بتلف بسرعة 160 كيلو متر في الساعة ليه الناس مش بتطير، وإن الطيارات بتمشي في خط مستقيم مش على دايرة. معلش، ام الارض ايه؟ منبسطه ممدوده على قد نظرك. هتجننوني ولا ايه؟ نسيبنا من كل ده ونتجه لرأي الدين في الأمر ده. على لسان الشيخ عبد الله رشدي إن القرآن اتكلم في آيات عن الأرض، واللي الشيخ بيأكدوا إن في القرآن الكريم مفيش آية بتتكلم عن شكل جرم الأرض. يجي واحد هيقول طب ما في آية بتقول وإلى الأرض كيف سطحت. يرد عليه الشيخ إن ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيتكلم إن الأرض مسطوحة ومنبسطة للناس عشان الناس تعرف تعيش وتعمر في الأرض، مش لوصف الأرض كجرم. يجي حد تاني يقول لي والأرض بعد ذلك دحاها. يرد الشيخ برضه ان نفس الايه بتشرح نفس الامر، ارض منبسطه للاعمار. طب الحديث والسنه بياكد الشيخ ان ما جاش حديث بيتكلم في الامر ده، وان من ناحيه العلماء الامر فيه اختلاف كبير جدا في الاراء، ولكن الشيخ اكد ببساطه ان المعضله دي علميه بحته. طب ليه الناس لسه بتصدق ان الارض مسطحه؟ لان ببساطة الانسان بيحب الغموض والماورائيات والمؤامرات، والشعوذه والكلام الفاضي ده. وفضول الانسان دايما بيخليه يدور على المعلومة كأنها سر محدش يعرفه غيره، وفقدان الثقة في الدول والحكومات خلى الامر زي النار ما بيطفيش. يعني في امل اعيش يا دكتور؟
في النهاية يا صديقي الأرض كروية، ده مش رأي على فكرة، دي حقيقة علمية، الأدلة قديمة وحديثة، علمية ودينية، بس المشكلة مش في شكل الأرض، المشكلة في عقلنا احنا، اللي بنصدق فيديو بالذكاء الاصطناعي حد عامله لمجرد ترند ومشاهدات، بيقدم فيه كذبة العلماء نفسهم من قديم الأزل ما عرفوش يأكدوها بالسهولة دي، سواء مسطحة أو حتى كروية، هتفضل تلف بينا إلى ما لا نهاية وإلى ما يشاء الله. ولو وصلت لحد هنا يبقى عجبك الفيديو، واللي يعجبه الفيديو يدوس لايك، واللي اعجاب يتحول لاهتمام، والاهتمام يعني تشاركنا في التعليقات، ولو انت جديد معانا فعل الجرس وتابعنا وشوف الفيديوهات القديمه واستنى الجديد. كان معكم عبد الرحمن صالح وهنا مستر ليه. سلام.